الصبح الساعة 7. وهتروح امتى ان شاء الله؟ لما تفض المصيرة. انت شايف موضوع القضاء والمطالبه بتغيير القضاء محتاجه الناس تنزل الشوارع، واللي بيحكم الدكتور محمد مرسي وفي مجلس شورى بيستحوذ عليه الحريه والعداله؟ اولا احنا رغيف الخبز مش لاقينه، السرر مش لاقينه، احنا عندنا الزراعة ماتت من العطش، ما فيش سرر عشان نشغل مكن، ما فيش بنزين، ما فيش مواصلات. ايه علاقه القضاء باللي انت بتقوله؟ لا، علاقة القضاء لازم أن يكون في رقابة، ما فيش رقابة خالص. الرقابه دي الحكومه مش القضاء. طب والحكومة ما ورا القضاء. لازم يكون في رقابة. ما فيش حكومة ولا فيش قضاء. ما فيش يعني أنا ممكن دلوقتي ياخدوني ما حدش يشوف عيني، ممكن اللي نهب الدولة ما يخش ولا ساعة. يبقى ازاي دي؟ القضاء. شكرا ليك. اتعرف عليك. تامر عبد الله من حوش عيسى البحيره. انت جاي من البحيره اللي هنا؟ من البحيره اللي هنا. دلوقتي من ضمن المطالبات اللي مرفوعه اقاله وزير العدل المستشار احمد مكي، اللي هلل ليه كل الناس وبالاخص الاخوان لما تولى منصب وزير العدل لاعتباره رمز من رموز تيار الاستقلال داخل القضاء، واحد الرموز المحترمه في مصر، واحد الرموز القضائيه اللي تم استهدافها امام النظام وقت النظام السابق. لماذا يرفع الان مطلب اقاله وزير العدل؟ مش على حد وزير العدل بس، اي وزير في منصبه مش شغال او ما فيش اداء العالي يتشال، مش مشكله. ما اللي مرفوع دلوقتي اقاله وزير العدل، مش كل الوزراء، وزير العدل مش ممكن ما يكونش وصل للاداء المطلوب، فمش مشكله يتغير وزير العدل او غير وزير العدل. بس ايه رايك مين في وجهه نظرك في حكومه الدكتور هشام قنديل انت شايفه من وجهه نظرك محتاج يعني يتغير؟ انا شايف الحكومه بتاعت الدكتور هشام حكومه معقوله جدا وراجل شغال. يمكن في حاجات بسيطه يعني، بس انا يمكن شخصيا مقتنع بالحكومه من اولها لاخرها. انا شخصيا يعني كل الوزراء بكل وزراء رايي الشخصي انا مقتنع بها كلها يعني. انت ضد فكره اقاله وزير العدل؟ انا اللي جابني هنا مش اقاله وزير العدل، اللي جابني هنا انا حاسس ان حسني مبارك هيطلع براءه وهيتحبس اهل الشهداء، اللي انا جاي عشان هو ده. حاسس ان القضاء فيه بعض الرموز اللي هتطلع مبارك وغير مبارك براءه، والناس اهل الشهداء هم دول اللي اتحبسوا. انت شايف المشكله في رجال القضاء ولا في القانون اللي بيحكم بيه رجال القضاء؟ لا، في رجال القضاء، فبعض رجال القضاء مش كل رجال القضاء. يعني انت شايف حضرتك ان القانون بتاع القضاء قانون كويس، القانون اللي بيتحكم بيه الناس في المحاكم ده قانون كويس، المشكله في رجال القضاء نفسهم؟ لان انا حاسس ان في بعض رجال القضاء دولت يعني بيقودوا الثوره المضاده، فانا ومش صغيرين، انا حاسس ان هم كبار يعني متمكنين يعني. شكرا لحضرتك.